مرة حاولت تديها ساعتين جد وتذاكر قبل الامتحانات، ولكن بتكتشف إنك مش فاهم حاجة. ولما جيت تكلم صاحبك الدحيح يشرح لك، قالك والله يا صاحبي لسه مش مذاكر حاجة. تعال أقولك إزاي تخلي الذكاء الاصطناعي يشرح لك المنهج بتاعك أنت، وكمان يديك أمثلة ويمشي معاك جزء جزء لحد ما تتأكد إنك فهمت كويس. النهاردة هنتكلم على زين ميثود، ودي طريقة ابتكرها فرد من عصابته، والهدف منها استخدام الذكاء الاصطناعي كمدرس خصوصي يشرح لنا بلغة وطريقة نفهمها. هتدخل على موقع ديبسيك، هتدوس هنا، بعدين تسجل بجوجل أكاونت عادي جدا. هتدوس على العلامة دي وترفع الملفات اللي فيها المنهج بتاعك. هتستنى لما يحمل وتكتب المسج دي اللي هو بتقوله اجهز لي كده عشان عندنا شقة. بعدين هتديله البروموت ده واللي هتلاقيه عندك في أول كومنت. بعدين هتلاقي الموديل بيشرح لك كل جزئية بشرح مفصل وأمثلة عليها. ركز بقى معايا في ال3 كلمات دول عشان هتحتاجهم. لو فهمت الجزء اللي اتشرح هتكتب له next عشان ينتقل للجزء اللي بعده، ولو ما فهمتهاش هتكتب again، هيشرح لك نفس الجزء بطريقة وأمثلة مختلفة. طب لو فهمت بس عندك سؤال في حتة معينة هتكتب Q وتفتح قوسين تكتب فيهم السؤال بتاعك، وهتكمل على النظام ده يا بطل لحد لما تخلص ساعتين الجد بتوعك. لو عايز لينك الويب سايت اكتب مذاكرة أو ستاري في الكومنتس، ولو عايز يظهر لك محتوى مشابه اعمل لايك وتابعنا.